السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. تعالوا بينا النهاردة نجهز مع بعض الغدا بتاعنا. أنا جبت من السوق 3 كيلو من السمك السردين. طبعا ما شاء الله هو دلوقتي كتير جدا في السوق وسعره حلو ومناسب. بدأت إن أنا أغسلهم كويس جدا، وبعد كده بدأت أصفي السمك بتاعي لغاية لما اتصفى خالص من المية، وبدأت أحضر التتبيلة. تتبيلة السمك المقلي طبعا معروفة، الفلفل الأخضر سواء حار أو بارد، ومعاها الثوم ومعاها الليمون والملح والخل، وكمان الكزبرة الناشفة والكمون، ولو عايزة تضيفي شطة براحتك. بدأت أتبلهم، طبعا فرمت ده كله عندي في الكبة، وبدأت أتبل السمك عندي واسيبه على جنب. في المرحلة دي بقى قلت أجهز عندي الرز بالشعرية. جهزت الحلة بتاعتي وضفت فيها المادة الدهنية اللي هي الزيت، كمية محترمة من الشعرية، ورقتين لورا. جربي وانتي بتطبخي سواء رز أبيض أو رز بالشعرية تضيفي ورقتين لورا أو فصين حبهان، هينقل الرز عندك في حتة تانية خالص، والطعم في منتهى الجمال. طبعا ظبطت الملح عندي وضفت المية بتاعة الرز، وبدأت ان انا هستنى لغاية لما يشرب كل المية بتاعته، وبعد كده اهدي عليه النار لغاية لما يستوي. هنا بقى ادي السمك بتاعي، بدأت ان انا ابدره عندي في الدقيق بنفس الشكل. انا يا جماعة النهاردة بقلي سمك السردين زي ما هو، ما فتحتوش، زي ما هو كده السمكة بحالها. هتشوفوا دلوقتي بقية القلي بتاعنا او الطريقة اللي هنكمل بيها شغلنا. الرز طبعا شرب كل المرقة بتاعته، وبعد كده بدأت اهدي عليه. الزيت عندي سخن، ضفت فيه فصين من الحبهان، وبعد كده هنزل بالسمك. اول ما هياخد لون طبعا هقلبه بالراحة بقى على الناحية التانية. بعد ما بطلع كل كمية السمك اللي عندي، ببدأ على طول اعصر عليها 3 4 ليمونات كده، واغطي السمك عندي. الليمون هيديله طعم اكتر من وهمي. وده الغدا بتاعي النهارده، الرز بالشعريه المفلفل، معايا السلطه بتاعتي الجامده، والسمك بتاعي سمك المقلي بسم الله ما شاء الله، بطعم مش قادرة اوصف لكم، كان جميل جدا، طعمه في منتهى الجمال، وطريقته سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم جدا. ان شاء الله كل المقادير اللي انا استخدمتها النهاردة او التتبيلات سواء بتاعة السمك ان شاء الله هسيبها لكم عندي في صندوق الوصف. اهم حاجة ما تنسونيش في اللايك والشير والمشاهدة الكاملة، واشوفكم على خير في